عارف النمرود؟ اكيد عارفه، مفيش حد مننا ما يعرفش النمرود. النمرود ده يا سيدي حكم بلاد الرافدين بالكامل، اتغر واتكبر على شعبه لدرجة انه افتكر انه يقدر يكون اله. قاعد على العرش بتاعه بيتكلم بغرور مع وزرائه وبيقول لهم انا سيد الكون كله، مفيش حد يقدر يقف قصادي، انا الاله اللي بايدي الحياة والموت، اعوذ بالله يعني. وفي يوم من الايام جه النبي ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم وقف قدام النمرود بيقول له يا ملك، ربنا اللي بيحيي ويميت. النمرود طبعا بغروره وتكبره قال له انا كمان بحيي واميت. امر انه يجيب 2 من السجناء اللي في السجن عنده، وراح قاتل واحد فيهم وساب التاني. انا اقدر احيي واميت، انا قتلت وسبت التاني عايش، انا كده بحيي واميت برضه. شوف التكبر والغرور والتحدي الكبير لربنا. سيدنا ابراهيم عليه السلام طبعا ما كملش سكوته وقال للنمرود هات لي الشمس من المغرب لو فعلا انت قوي زي ما بتقول. نمرود ساكت ومش عارف يرد، وبخياله بيقول طب انا ما اقدرش اعمل كده، اعملها ازاي؟ ورفض كلام سيدنا ابراهيم وكمل في طغيانه. لكن ربنا كان له حساب تاني خالص، بعت له حشرة اسمها بعوضة. نمرود فضل يتلوى من الألم، حاجة صغيرة بتدخل دماغه وبتقتله. بعت له بعوضة حاجة صغيرة جدا دخلت في ودنه وفضل يتعذب بيها لحد ما مات بسببها. فعلا فضل يتعذب عذاب أليم في الدنيا. العبرة هنا ان مهما الانسان اتغر قدام قدرة ربنا هو ولا حاجة. دي بتعلمنا ان الغرور والطغيان مصيرهم الفشل، وان ربنا قادر يذل المتكبرين بأبسط الحاجات. فخلي بالك، اوعى تتكبر واوعى تتغر، لان الغرور هيوديك في دنيا تانية وهيلبسك مصايب. لايك وشير عشان تشوفني كتير، والسلام.